الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الله بقول دوحرة الله خاصة بو طاقة وأبوشنا يشوف استقليني الله خاصة بو تنأرجن عليه الصلاة والسلام صلوات لولاوي طاقة شو ديري سلامات شوفي الله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان في هذا اليوم المبارك في تلك الساعة المباركة من الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. الله خاصة بو شا ويقو ديكش مهتي حقو بيركش مهتي أو بيركتي ساعة رزبان دينا دوش بيركتي شخينا ويتحنتو وخر الله خاصة بو. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل جعل هذه الرابطة بين المؤمنين أقوى من رابطة النسب ورابطة المصاهرة. هذه رابطة في الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء عز وجل. الله دا لشي القرآن شو حقنا بقولا إيمان دلين بالمؤمن ناخا غوشي وجري بوال أخ الله دا لا هر وجري لا أقبصوا الدنيا عدولش دول إيمان عدولش دول هر وجري لا قيد عدولش ملولش أتسويش يلا مثلا تيب تقوم خولس تيب تقوم يلا ملخ شولش قيش أورا وينوق عيوزعني شالا ألسما شو وخا بلغل داخنا كود إيمان شو عدول وجري ده كودين شو عدول وجري. هذه الرابطة وهي الأخوة في الله عز وجل لها ضوابط ولها حقوق ولها واجبات. من أهمها الذي أعنيه في هذه العجالة هو الصبر على الأخوة، الصبر على تلك الأخوة، على هذه الرابطة، كما أصبر على أخي في النسب وأتغاضى عن سيئاته وأتغاضى عن يعني سوء معاملته، فمن باب أولى الصبر على الأخوة في الله عز وجل. أخ وجري الجوها وين مسار عالم أول غوش وجري دوي إيمان دلناش مؤمن أخ وجري بو عالم أول بيلقلن دق أما أخ وجري اللي شيء برايفل شوشون شيء بقون شوشون لرو ديش دول تات دوز نيش دوشون أخ وجري اللي مثلا دون تارخ أقول كورتني قشة حخور دك باخ إذا أخ وجري الجوها أخ هاي وجريشنا أحتوه ديش دولسا أخ وجريش نيوك دديش دول صبرة دبا أقول كورتني وندا يجي مثلا وينانس وين ويداس وين وين تعوش خلشي وين موي إذا واحد متك من بعد سهو وليل ده تنت بيجر الليل ما دوي وين وين ويل و إذا وين وشو إذا تتوان حوين ناخن وش حوشوا ده تسوكي بر طول حلق وخ طول كوارتلا وين دين شو وين مؤمن خلر إيمان شو بالله بيجري قي ألسم تنستوا ديزو قي ألسم صبر ده ديز قي ألسم بقونش حق سنلرو ديزوي. الأخوة في الله عز وجل تكاد تجمع يعني أو تكون جماع الدين بأسره. أنت تجمع الأخوة سواء العربي مع الغربي مع القوقازي مع الإفريقي. هذه رابطة لأن إلهنا واحد وربنا عز وجل ربنا واحد عز وجل تبارك وتعالى. إذن يجب علينا أن نكون جميعا كالإخوة في بيت واحد أو من أبوين يعني واحدين، فهكذا تكون الأخوة أشد من أخوة النسب. هردوي دينا وجرش تحنتو شان ناخ تحنتو وش دين دوي ميتشا ولا أفريقيا أخوي لتنا زابد أخوي ليوج أخوي وسطوك أخوي من الله ميتش متع ولا حق إذا بصوا استقوي إذا الله إيمان دلين استقوي إذا وشو ويتحنتو وش دوتهم نو ويدونا مسلو تحن قول شو ما دو إسا أشياء كويوش أخا أقديني هدول ويجر الله ويقيت ديسو همنا الوجر الله وين تدوجنا خلر إذا كويرتك. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. المؤمنون تتكافأ دماء تتساوى دماؤهم، الدماء الكبير والصغير والرجل والمرأة والعظيم والحقير كلهم دماؤهم متكافئة متساوية، تتكافأ دماؤهم
وهم يد على من سواهم، يد قوة على من سواهم، ما هو فقط القوقازي على العربي أو العربي على القوقازي، قوة يعني تتكافأ دماؤهم، يد على من سواهم. كل من هو مسلم في الشرق أو الغرب أصبح له حق عليه، حق النصرة، الموالاة. الله عز وجل، الله عز وجل يقول إنما تفضل. Elçin aleyhissalatu vesselam hadiste dubuk boş. Elçin aleyhissalatu vesselam hakin ba boqola busul naxa tawejri bu masu. Terti hint ve ta oqtan ola tina khu uqun tina khu oqtayb niru uqtuq niru ole busul nerti shadek ta duba ta ter duba Elçin aleyhissalatu vesselam masu tanti ina bolsan bu baş. Tanis ve tan duqoy tan mettik yuq samettik yuqtar masara vejrish dalo chega تا يلقى وات با تا يلخر وات يوغا داقا بوصل ناخا شابش وشاشا تا كوك صندوق شاش بوش بول مثلا قبل كرسنابول تان دو حالا شين يوقع تا كوك صن تغوارتلسن لاتش بوبا بوصلنا الجن عليه الصلاه والسلام حديث دوس. الله عز وجل يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. الذين امنوا هنا بعض الناس يجمع الذين امنوا المؤمنون من الايه؟ المؤمنين من المسلمين، المؤمنين من اليهود، من النصارى، لكن الله عز وجل قيدها. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ايضا الى هنا ما زال الامر عام. يقول طيب اليهود بيقيموا الصلاة، النصارى بتقيم صلاة، وغيرهم بيقيم صلاة، لا، وهم راكعون. فالركوع ليس الا او لم يبق الا في المسلمين. ليس عند اليهود ركوع، وليس عند النصارى ركوع، وليس عند المجوس ركوع. فالله عز وجل بهذه الضوابط وهذا التفصيل الواضح اللي هي المعجز العجيب الذي يناسب فعلا. وجدنا من هذه الأمة من الدعاء من رموز الدعوة من يقول والذين آمنوا اليهود فيهم مؤمنين والنصارى فيهم مؤمنين. لا، لكن الله قيدها وهم راكعون. إذن الله جعل ولاءنا في المسلمين، أصحاب الصلاة وأصحاب الصيام، أصحاب الركوع والسجود. لماذا؟ هذه الرابطة الإيمانية القوية. تاق حوش يغا تاق با الله دا لقرولج الله دا شي قرآن شو حاخندو إذا بوق الله شو ولي شو ويرز إردقوي مثلا الله وشون شو حوش شو غلقشلر واشوغا شاوك الله وشون تون أيشا وشون عليه الصلاة والسلام إيمان دل ناخ بوشون الله تدوي حرب يلقل داخل با الله دا تاق مثلا تعبول ناخ بوق با مثلا انت الله ويرز وولي ويخ وينا وين مثلا غلقشا الله يدورشدو ويشادو الهمشا الله يدقودين الله كرادو تون أيشا عليه الصلاة والسلام وينيس داش وينيس نقدي نيس داش حاوي أنو أيشا عليه الصلاة والسلام ويبق بيشو الله هو يتيشدو تولد أحا يخولي هور بوسوب ستاق قيج بوسوب ستاق ولي بوق ويرز أولقو غلقش حوش غلقش تلو شور غورة غوشي غوارتلوش غوشي ناقواستي بولش غونش بولش غوشي بوبا بوسوب ناخا صفة تبا بوسوبنا مؤمن نيخا غوشي تعتير خل بيش بوش تعتير غورتلش خل بيش بوش تاخا تعبول كرسنا اول باخ اذا مثلا تعبول علم نخ بو بوخش بولش ليش بول خارتسو تحت تيلر تعبول سو علم نخ اول باز ويهودنا دونا جوكتي كرستا بوق ايمان ديلن بوقش ايش بوق ايم ويتر دا مواصله ليلديتا وي ترتا خلي شوشلوق ديك با ما با ايمان ديلنش غوشي وارتلوش غوانش خل بيز ها هم باخ شيخ كده دادوش دوي آية لا مزدش بش يو كده حدوش دوي آية منش بو إيمان دلنشا الله وطن الجو غوشي وين وليو وين ويرزو مؤمن ناخا غوشي ويرش بو من وقت مؤمن ناخ بوش غوشي ناق واسطة إيمان دلنش منش بوشا لا مزدش مارخا قوبشا ركوع وحق بوش حالا بوش بش الله دلداج إذا بلغل داخن با قوش داخ ويوجرل وين يوقع بهم بوصلوش ناخا نوقع خلديش بهم داتي يوجرل قوش داخل يرقوا ده بيلقى داخل باهون ده أشي تان تعبول ناختيلر شو عبش بول ويا خريستيانش مثلا جوكتي وش ما بود أخ إيمان دلين شرطارة ما دو لامز مارخ ويز مارخ قوب زكت لو تاري زكتو تيجا حقنا مارخ ده زكت تارة ما لو دانا لامز تارة ما دو تارة كلمة ده تلو غوشت أخوارتوش تلغونش ركوع دش أما ركوع حوش الله حكمة يدوس الله ده ركوع بيلقى داخل تيجا هوندا سعنا دينها سعنا دينها يجوك دينها كرس دينها ركوع ده تصير لا ما الشيء تيب دوتر أما سجود ديش بو أما ركوع ده تصير الله ده لا باخا شيخ هو ده последние мелочи
каждый мелочь но лара лорша حبيلقى داخن وينوك أخل ديشدوي ويجرا يكروجي حبيلقى لأخن الله ده حق أستي نقش ويبصلنا أستي نقص ومنسان تمام. بهذه القاعدة التي بناها الله تبارك وتعالى وجعلها أصلا في ترابطنا، لماذا؟ لنكون نتآخى هكذا ونلهو ونلعب؟ لا، هذه أخوة وتآخي بناها الله عز وجل وجعلها أساس لنا. لماذا؟ لأمر هام الذي عليه قام أمر الدنيا والآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نتآخى في الله لنعبد الله عز وجل، لنعبد الناس لله تبارك وتعالى. على هذه القاعدة كيف نعبد الناس؟ لابد أن ننشغل بالدعوة إلى الله عز وجل، ننشغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. فالله عز وجل يعني يأمر الأنبياء جميعا برسالة على أولويات مهام الأنبياء جميعا: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي جاء إلى قومه يبدأ دعوته بماذا؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مقام الدعوة مقام الأنبياء، مهام ووظيفة الدعوة وظيفة الأنبياء. كذلك من يقوم بالدعوة بين الناس فهو على مهمة من مهام الأنبياء والرسل. هذا مقام عظيم جدا وشرف كبير جدا، يجب علينا جميعا أن نتشرف به وأن نتخلق به وأن نهتم به وأن نتوظف به، أن ندعو الناس إلى الله عز وجل. هذه القاعدة العريضة. نعم. هرويجر الله دالا هرويجر الله ويجري دوشو ال بروستاكت عنهم بيلقال داخن دات باي لوز وي بيلقال داخن دات تات خليت وي تعويجري دو ال بيلقال داخن دات با بو قلا تسونخ الله دالا بوخ بنا وين باخ ايمان دلنا ويجري بوشون الله ويجري وي خليت بقوانس ديش تخلوش بقوانس وي ويجريش خليت ودخلوش دو ويجري وي ايمان دلنا عنهم توش بو الله دالا وين الله دال تدوجين دولا وين الله دال ويكرت ويهون ديخ شلو قزع وين خاق الله هن عبادة الله دال با شاي جنة يا أدم قوال المدات شين عبادة داي ترحم بيان الله دال بيلقال داخ كنس تحقا هرويجر الله ار إيمان ديل الناخ تحنت وخرا الله دال سيانتوش بو إشا أتهمان دوح إش قوالين بولش همان دوحا إيمان ديل الناخ غوشي تحن بيحتلوشا شان الله دال تدوجين دول عبادة شلو عبادة دا عباد الله نقطع دون تحن دابخا إش تعطوه من تعنتو شبا تارخ تعدقة كوارت دقة بيلقال دوقتو دعوة مثلا الله ديني قيقر هر الله دين دارج دوتو بوغ هر الله دين دارج دريحة يوجري تعويجري خلا إش تحن داتور هر دين دارج واش وقع هر دين لر واش وقع باخو إلشان شوي مثلا الله دال وإيش والإلش شي بيلقال واقن تون إيمان دوزا دوش تون مثلا شين الله خاخوش شين مالج أو جرق غاتر وإلش مال شين عيس إخواتي خاخوش شيخ كورش تجمعوي الله دال بيلقلوش خزني إخسن يقمة تيجو الله دال تو إلشانلوش تحوش وبعد تو كيف برميت تيجوشون باخا الله نجرجها هردين درج واش وولش سجنا أقدين يقويش وول سجنا الله واتشونك عبادة ما ديبوش ديل تعوري قويش وول سجي تو كيف برميت تخلترلوشون باخشون إلشان شوي الله دال باخي شبو تو إلشان شتن ميتك خلترلوشون باخ هردين درج واش قدين دي أحكيوش وول سجي. إذن هذه هي الرسالة التي أمرنا الله عز وجل جميعا بها، وأمر قبلنا أمر الأنبياء والرسل جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي من الأنبياء بدأ قومه بذلك، كان وحيدا فريدا طريدا شريدا، ما عنده أحد، لا عنده دعم مادي ولا عنده دولة تساعده ولا عنده أي شيء، بالعكس قوم ما سمعوا عن هذه الدعوة من قبل، ومع ذلك الأنبياء صمدوا وقفوا وكانوا فرادى ودعوا أقوامهم، منهم من قتل، منهم من ذبح، منهم من صبر، منهم من طرد، منهم من شرد، منهم من أوذي، منهم من وضع في النار، منهم من ذبح من الوريد إلى الوريد، ما صده ولا رده عن دعوته شيء، صبروا على ذلك حتى بلغوا دعوة ربهم عز وجل. ما انشغلوا بالنتائج، ولكن انشغلوا بالوظائف التي وظفهم الله عز وجل بها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. دخوشو هور الله دال وقتن والإلشا هداحش وقتن خلاص خدونا أنت الله دال حاج واش والشيء إلش هداحش هو ما عندوش هو تدوجن وإيش خلا إلشي شين عبادة دولش شيء ثان ساعة ناق وسط ملوتي لش بوشة إذا حش بيحكي خلا مستو ميل بيحكي بول إلشنش الله دال
حوس واش بول تاخ إز دباه وي مثلا تاخ خيق وديش لك وي تخن قحيك ديش دول هما هدو الله وهدا قوالن دو شين عبادة تايت قوالن دو هدو وي داخر دون سيان ديخش دو هو وي أقول كوارت عالة شو قدا دنيا شو قدا آخر الله هن عبادة ترو إشابول أيشنش إداش بيحكين أتسمني قوقش بيحكين تعن الله تعوي الله هن عبادة دي تو دو قوالن دو شو تون تعن ناقوس ملات تون مثلا تون الله تعن ناقوس ملوتي دشبوش إداش بيحكين دو أيشنش تخنا إتي بوم مثلا أتسمني قوقش أتومن تاع قحوكش الله تعالى قطعة ناقوس ثلاثة هم تاع مثلا إشادلهمش دعدو شيء الله بقول الله تعوريه قوقش قحيك ديزر إزدقوا بالقل دوقش لقى تودع هو قحيك ديزر تون وي سجت ديزر تونا وي سمو ييزر. ما الفرق بيننا وبين الأنبياء؟ الأنبياء بشر، لكن أمرهم الله عز وجل فأتمروا بأمره، أمرهم بالدعوة فدعوا. إذن أهم صفات الأنبياء أنهم أدوا الأمانة، ما قصروا، ما أخفوا شيئا من دعوتهم، ما حجبوا شيء، ولكن ما قصروا في شيء، ولكن بلغوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هل نحن قمنا بوظيفتنا مثل الأنبياء والرسل كأتباع الأنبياء والرسل، أم أننا ضيعنا وفرطنا وقصرنا وأخفينا وتحرجنا وخشينا؟ لا، الأنبياء ما يعرفوا هذا الكلام، رغم أنهم يتعرضون إلى أشد مما نتعرض إليه. ومع ذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا الأنبياء بلغوا الرسالة، ما خانوا ولا ضيعوا ولا كتموا شيئا ولا أخفوا شيئا ولا خشوا في الله عز وجل لومة لائم، وتعرضوا لأشد مما تعرضوا، كانوا فرادى. نحن الآن يعني وعينا عن أنفسنا ونحن جماعات ودول وبلاد وكذا. الأنبياء كانوا فرادى، وكانت الدعوة على أقوامهم عجيبة جدا. الناس تعبد آلهة وأصنام شتى، مع ذلك يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد آباؤهم. ويني ألشنشني يقع الله ألشنش يقع باشخلو أقول كرت باشخلو هو باشخلو يالشي الله هو شادين أمر درتو ألشنشكا دقة دي الله هو بالقلب أنا حوس نخبر إشباخ دقة تار إمتج لا تار إمتج مثلا إيش أخبار الله أن أقصد إيش جرب بار هو بحن كرت بحن هو بحن دو ألشي شين الله دال إدوجين دول هما تار قوش دينا شين إدوجين خل دول الله دال أمانته تار قوش دينا دقة إز أهتم تانا تخلّي هما أتخلّي تانيز تير قومش إيش بيحكين بول قومش تقلق تا أقار دويش لك خيز تخلّي تان هما ناخذ نيكسن دو حل خلّي إيش دقبول ألشنشة كل حاستق تو حخر إذا قواتش داويت وليرسا كل حلخر بيحكين بول ألشنشة مسوق دون ألشن عليه وي ألشن عليه الصلاة والسلام محمد الحلقة بيحكينش ألشنش تاني يوقع أرس حقين وينا جو كورت بيحكين وينا جو تاني يوقع تقولش دوان آرو يحكينا جو تأرخ قواسنا جو أتصل دون شين دوحلو وتعريش يا أتصل شين دوحل الشيء قامنش دولش يا شك دعت بولشة أتصل خلونش كلش خز صبري بولش غرج يوقع تبولشة شين الله دالت إدوجين دول هما قوش دشة دعبا خاني إلجنش سندلا الله نرجع إشتمتجا نسلتان إشتمتجا قاتشنش أصدرجي قاتشش تخن وين تحا هدو وين تحا مدوي إزم مدوي جنا وين الله داله ويا حيق لوش أور هر إيمان وين دويزين شولتا وين كورت عالشوا وين داخل كورت عالشوا هو وين خين شولتا الله عباد إز دعوزي ترحرة قحيق ويا ديس أتوقع قحيق ويا ديس أتومن تاع الله تعني بهم عبادة صدرها ويا سموي يس ويا ديني هم تخن يا أهت علو شديخ شدوتي ويا مو ديخ شدوتي وين تدوجن مدوي هم إيوه دقات شنيتي دقات شو حر قحيقيتي ويا تعني آغل يا الله تعور حقع الله تعني عبادة الحقع ويا حق نيتي قنش ويا تهمني قيق نيتي. إذا تبليغ الأمانة تبليغ الرسالة كانت صفات الأنبياء جميعا. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على المصائب، الصبر على تقلب الأمور، هذه كانت صفات الأنبياء. نبي الله نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، زوجته ما آمنت به، ابنه ما آمن به، أقرب الناس إليه ما آمنوا. هل ضعف؟ هل يأس؟ هل ترك الدعوة وانفض ونام وغفل؟ أبدا، من أول يوم إلى آخر يوم هو يدعو الله عز وجل. تمام. بايغ مرشي صفة شخا هو صفة درشون آياتي وقر كوارت نشا
شين تدوجن دول أمانة قوتش درتر دع قاشر أتصل دو حل شين هم دولشة شاك دع تبولش مثلا نوح بامر وحلاتشة مشرع سبولشار علم شنا إس بع شراحة تحيقنا نوح بامرس يتون كان تو إيمان سدلين تون ثانية تون حسنا نو إيمان سدل شاك والي يخ والي غير والي دير تبيله شين تدل نجا دقة شوشة شين تدلين دول هم نخسأ قتش تومنا سرسين قتم بولشة دمو قاش وردتي سو هم دمو دار جورتي بوش هم أشياء تبولش أتصل دو حل شين هم دولشة أتصل شاش غير بشة أتصل شاش قوة بش تتعيشة يختبولش شاك تبولشة شين الله هو يتدوجن دوخو شين الله هو يتدلين دوخو شاك دا تبولش دايخين إناخ إذا أقر كوارت سيبا جزيب تشخلدو تيرا صبر درأتر شاك تبولر يختبولر الله هو شين يتدوجن دوخو شو من دير نبي الله نوح صبر على البلاء، صبر على الأذى، صبر على السخرية، وصبر على الاستهزاء به. ما يئس ولا أساء الظن بربه، ولكن انشغل بما أمره الله عز وجل به. نبي الله إبراهيم عليه السلام نفس الشيء، جاء ما آمن له أحد، أبوه ما آمن به، والده أقرب الناس إليه ما آمن به، ما آمن من قوم أحد. هل يئس أو تضجر أو ترك الدعوة؟ أبدا. يعني جمعوا له خشبا وحطبا أشهرا يعدون نار لإبراهيم عليه السلام ويراها، ومع ذلك ما قصر لحظة واحدة إلى أن وضع في النار وهو يدعو الله عز وجل ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما تضجر ولا يأس ولا قنط ولا يأس من رحمة الله أبدا، ولا انشغل ولا غفل أبدا، إلى أن وضع في النار وهو يدعو الله تبارك وتعالى حتى نجاه الله عز وجل من النار. يوغا تاقا نوح بايمر ويحقي شيء عليه السلام نوح بايغمرين تحتلي الوش تارا هم سديتين يوغا تاقا قاردا تونخ قاردين وآرواقا إزغفتين تاك إزيك دوش توب نوح بيام تون ثاني إيمان سدين هتا يوخ تسوي الله يا غيال تسوي الله إز يا ووخ تسوي أخنا إز دوي إبراهيم بايغمرا عليه السلام تو كيف برا تون داس إيمان تون أقر يخير خلوة استق تون أتصل جوه ويش خلوة إشي دا يا تو إيمان سديرش آروال قزر شاتوك شتون آروق قبوش توي تون قوم خا إبراهيم بايمر قوم خا تعم داس إيمان قديلا تدلين آروال شيء أتيور ترى أتآروال دعوة خان إذا هتا دون يتسوي تشا تأرخ قواسا شيء دون يختوش تأرخ قصرو وشاها تون نخ يختوش يا وختوش شيء غيلو تيش لذر لو تيش الله وشين تدوجن دول أتومنا إيش تأرن قواسة توشا. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعا كانوا فطناء وكانوا أذكياء. لماذا؟ باعوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بذلوا حياتهم في الدعوة في مرضاة الله عز وجل، فانتهت حياتهم ثم فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الأنبياء لو لم يصبروا ما بلغنا وما وصلتنا الدعوة إلى يومنا هذا. كذلك نحن أيضا لو لم نصبر إن لم نصبر ونؤدي الأمانة ونبلغ الرسالة لن تصل إلى من بعدنا. نحن ببركة دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، أبو أنبياء بني إسرائيل وأبو أنبياء العرب، أبو إسماعيل وأبو محمد أنبياء العرب، أبو إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وداود وسليمان وعيسى عليه السلام. هكذا بصبر هذا الرجل على دعوة الله وعلى الأذى وعلى النار وصلت الدعوة إلينا، وإلا كنا جميعا من أصحاب الجحيم والعياذ بالله. إذا لابد أن نأخذ من هذه العبر أننا نصبر أيضا ولا نغفل لحظة عن الدعوة إلى الله عز وجل حتى تصل إلى من بعدنا. نحن يعني أتباع الرسل ونحن يعني على مهام الرسل، فيجب علينا أن نتخلق بأخلاق الرسل عليهم السلام في الأمانة في تبليغ الرسالة وفي الصبر عليها أيضا. تقولي أشياء أتبايخ مرش أتأيشنش شين إدوشين دولهم إذا أتقاتوش زوك غيلو إن لدرلو إن مسلا غلبل إش أدعين حاري يشيوخ بو الحاري هردين ويق قوشور داري يتار داليات نون إمتك يتدرجي يأيشنش قوشور بري إش أدعين حاري يوخ بو الحاري يا الله وشين إدوشينك تار داتقاتشن حاري دير قوشور باتر أتدرج دين قوشور باتر وش الله أن أتصل غيرك خاتش بول يا صل تيح بيحكن بولوي يا إش حيخة بير باتر يا إش بيتور باتر يا ويجا هردين قوشور داتر يا ويجا هر عالش و قوشور ياتر هردين دارجدر
سوندي قبول پیغمبرش إبراهيم پیغمبر وين مثل خلدية سوندي أشيشة بول پیغمبرش جوكتي قومش بيحكين بول پیغمبرش عربو قومش بيحكين بول پیغمبرش إبراهيم پیغمرت أحيي نخبو اشتقوها بش تار مسار إز أت إبراهيم پیغمريگر إز مثل ويتشا أت صوبرانت يختبوش غرج اللاتش إشت حدي عنده باخر دين لرا دشة درجة دشة أقديني قيقة قوقش ديل تعوري قيقة قوقش زود يختبوش إيش حبي يحكين بو تاق وين تاح وين تاع وين لا مثلا إيش تقبل ويتعهم حالات تاع مثلا هردين درجة دوي هردين أقديني قوقر دوي هردين لردير دوي أل تعهم ويواشن إلى تدلاحة ويا إذا مثلا ويت إلى تك ألشن شبوالخ بوس بايغمر شبوالخ بو هردين حولر وغيرش ولا هردين درجة وغيرش ولا أقديني قيق حلوش ولا أحد إلى تبول بالخ بايغمر شبوالخ بو بايغمر شغل قدو أحلاتك بايغمر شي نق حلاتنا سنت إحا خوكتين دعوي شوا نجحسن حتى نق حلات دعوي ولا تان خيردول ديك خيردون إن شاء الله الله هي تان خيردول مثلا زي خيول إذا تدوشتون إيش مزير كيبرة حق زيرون الله وتنا خوي مسو قيتيس أما حيوخ ولا هو نجحسن إيش بايغمر شقاتشك حداقة شلوش ولا إز شقي حيخلت علوش ولا هحودا ديزا تار ليلين دولة تير سبتشسان تير نيسوان سانة حق نيسوال ويزخدو شاك تولشة يوخ تولش يغيل تلوش إدو قوينت أحدك هكذا جميع الأنبياء صبروا نبي الله يعقوب نبي الله يوسف نبي الله موسى وهارون وهكذا نبي الله عيسى عليه السلام صبروا جميعا على الدعوة ما انشغلوا بأهليهم وتركوا الدعوة أبدا انشغلوا بها كانت هي حياتهم يفيقون على الدعوة ينامون على الدعوة يعيشون على الدعوة ليل نهار في دعوة الله عز وجل النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب المثل الأعلى والأعظم في الصبر على البلاء والصبر على الدعوة جاء قومه أيضا فطرد وأوذي وحوصر صلى الله عليه وسلم وأدمي مع ذلك يصبر على قومه ويدعوهم فهذا نحن ولو لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا الدعوة إذن يجب علينا أن نتخلق بأخلاق الأنبياء في الصبر على الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق لابد أن ننشغل قبل أن ننام أن نحن نغزو في سبيل الله نحن نجاهد في سبيل الله نحن ندعو في سبيل الله ونصبر في سبيل الله ونحدث أنفسنا بذلك حتى يهيئ الله عز وجل لنا سبيل ذلك وإلا متنا على ميتة جاهلية مثل الجاهليين الناس الآن بتاكل وتشرب وتنام وتعيش مع أهلها ولا شيء يعني وخلاص وأنا مسلم وطيب وكذا أبدا ما هذا سبيل الأنبياء ولا هذا سبيل أهل المسؤولية وأهل الدعوة لابد أن ننشغل بذلك حتى تصل إلى من بعدنا Payg'ambarsh nagahsan way bit bullaha Yaqub way util يقبل payg'ambarsh way butila millah payg'ambar ahala شيء ادوج نقديتا ديتنا شيء مثلا دنيا نغلق شيء حيجة شيء دنيا نغلق شيء سقطش اللي تاع أجر غولة حوله مثلا الواحد تفتر استبين إذا افتر استبين أغور حالات دين درجة إشعين هاري يويجا هردين قوتشور داتر يتدرجي إيش قوتشور باتر أجر دوك مثلا وإلج محمد عليه الصلاة والسلام وشون هو بن مثلا الشحر شوها نيتا تون بنا وقرد يخطأ تون قردين وتون مثلا تيد هاللز ديل سلام خيل تون تيد هاللز تمتع مثلا تمتع توان بنتو مثلا تمتع حق نتو إزقة شوين شنتون وقرد تون قردين ولالا إزلالين مثلا مكير مثل شلو باخوش وشا ده شوي بالله إل شوي حالاتها خزني صندوق مثل دو إذا دين دارجو دين سجى تشوال سجى دين لروا غير شوال سجنا من الله إل شيء مثل دو تين مثل حق لا تسوي تعتقوها ويا ليلوش دقة إرن خردوش دو وندا شيء تار حالات نول نقع حالات نول نحتو نقديره حيوخ وليل دات تاقة يوها تاقة طول دعوة نجح سن إلشان عليه الصلاة والسلام حديثي ويلدوا دو لها إلشنا هو غازوة دينا ووشوستق يا غازوة در أولينا ووشوستق غازوة وقت أولينا ووشوستق جهل الزمن جحسن جهل تون ولر جهل لا ولر دوشن باخ تون ولر جهل الجحسن ولر دوشن جهل البوكم بوك بصل دين دل حل خلدو الحل مو خلصو بصل شدين مكة كده جهل البودهم شيء شركة شيء بود نشكة شيء تلر شو كيف بر ولر دبا إجنو عليه الصلاة والسلام يا غازوة دأت سدين يا دا أولا ينوشوستك غازوة هندش دوي تخنا هردين نادر جو
her din masalalar ve diyişahlar da ok dini kayka tuluh daşmaduy igazat nagah sen tulman oyla tsayaş ya tulman sa'ta gattaş ve dünyan bağlanış küçük bakın dünyan sa'a gattaş ve dada khara tunaha وين حلدال يتودى الغلق شدافشن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته تعرض وكما قلنا أوذي وطرد وشرد وعذب أصحابه وقتل أصحابه، ما يأس أبدا من الدعوة إلى الله عز وجل، ولم ييأس من روح الله تبارك وتعالى، ولم ييأس من فضل الله، ولم ييأس من نصر الله عز وجل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ويحاصر، وكان أصحابه يقتلون، وكان يبشر أصحابه بكنوز كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلم. فإذا حسن الظن بالله من صفات الأنبياء، يجب علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. النبي تعرض لمحن شديدة جدا، كان الواحد يعني بالمقاييس المادية ان تنتهي الدعوة تماما. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ابدا كان يعني يبث الامل والنصر والحماس في نفوس اصحابه حتى يعني يبعثهم من جديد. وما الله ايش عليه الصلاة والسلام تقلق يا غيل تبع الله يا يوخا تبع الله يا وخا تبعنا شاعر بيخنش نيقدا شي اصحاب شي يوخي خيتين بول شي ناقوش شي عازب دست غوشا تان نيت باش تان غيل ويش غوشا شاك تبع الله يوخا تبع الله اوتسل غيلا اوتسل كزغا شاش دول شا اوتسل شاغا نيتا بوچا دول دنيا نه ولشو ليرچي بوسل نخ بلكشتا بقر ببيان بوچ خينا ايش عليه الصلاة والسلام قانش دوغش اشغله اصحاب شنا بقولا فارس مثلا باش حلقه بيرسي باش حلقه مثلا تير سكرويشني تشيردوق üç şu kere oğuruyor şuşun ve rim yoğuruyor şuşun her kere oğuruşun vaş kere oğuruşun boş otsul şagil bolşa havşu buğa tabulşa Allah'a dik oylerduiz Allah'a dik oylerdu baqola Allah du'su arwal walaha Allah du'a as-sahum dual wash dalaha Allah huwa qadir madu Allah huwa witur mawat Allah'a الله أنت بالغ بلين شابو يخوشة الله وشين غدير خلاها غدير خلرجع دوق تيشتغل ويشو هو رأويخه تو كبر إلشان شغله إلشانو عليه الصلاة والسلام وباخ شفت هلك تا ليش خين لما لايله شيء ديله خديك أول يولش بام بقول الله دعاء الله إن خيت مئو الله وصون غدير دو الله وسق إن واش جاش دير دو بوش ديك أول نشيء به الله ستيس ديكني ستيس سر بقيس الله ير ديكني ستيس سر الله هو يدو تردش سخلر تاقة يوغا داخل قوتي دوغ إذا وين نجحسن تهم أرديخ كندلا وين تهم ليلواش دلا دين درجو يا دين لرو يا دين يقوق شوي ليش دلا شك تدولر دوشون وين تح غيل تدولر دوشون دوخ تدوخر دوشون الله هو تولما الله هو دير دوش خير دوية دوغ دقني شوي تاش تخل ديش دوشون تلومنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذبوا وأوذوا وشردوا وطردوا وهاجروا وأوذوا في الله عز وجل إيذاء شديدا. ماذا فعلوا؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ يأتيه خباب بن أرط من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في كرب وفي هم وفي غم شديد ومسند رأس ظهره بظل الكعبة أو بالكعبة، ويأتيه خباب يقول: يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله أن يرفع عنا ما نحن فيه وأن ينصرنا؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: قد كان الناس في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع يحفر له حفرة إلى منتصفه إلى نصفه، ثم يوضع المنشار على رأسه على مفرق رأسه حتى يشق شقين، ما يرده عن ذلك عن دينه شيء. كونوا كأنصار عيسى بن مريم، حملوا على الألواح، شقوا بالمناشير، مشطوا بأمشاط الحديد العظام أو اللحم دون العظام، ما ردهم عن دينهم شيء. لموتة في طاعة خير من موتة في معصية. الموت واحد واللحظة واحدة، ولكن تكون في طاعة الله عز وجل خير من أن تكون في معصية الله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصبر على الدعوة وعلى
ألا يعني ألا يعني يصدهم عن دينهم لومة لائم. فيجب علينا أن نتصبر بذلك، وأن نتخلق بأخلاق الأنبياء وأخلاق الصحابة والتابعين حتى ننال ما نالوا من هذا الأجر العظيم. Elçen aleyhisselam ashab şova yuqat aqqa ma'allar otul azab dinatan otula g'och hol nakhilla usha Habab bin Arat boshwal Elçen aleyhisselam sana qaswa wen Elçen aleyhisselam diyakhir dinatwa ya Rasulullah hun sago way dosh dol hal sago hun maghil hal dqoy malader lo manits bash bqoy maj'o ghil wa yashto maj'o hiz washto azab dashto qoytan Allah ya wen khotsa duyakha الله يوين غدي سيخت ولم تبيخ أحبوش سجت تشغل وإن خلا حباب إلشان عليه الصلاة والسلام ده إلشان عليه الصلاة والسلام شاء ما غيرني حموز أما يخوال دجاوات يغيل والدجاوات غيرني عويز تحولها غيرني وشي أصحاب شي يخي ناقوش شي تعذر دش قطن شاء دون سيسز وشو قارج بوتنخ مثلا ديلت ناقوس وش بول مشرك ناخه إلشان عليه الصلاة والسلام هو قالته بق الله الله شو الحلق درشون ساقامنيشة شو الحلق درشون إيمان دلين ساقامنيش لا تأخك أخك شو أتقور شو خوينيس أخ دي غلطان إخيرخ بلوكرت إخيرخ قواتنيس يقش الواع بيقرشونش شيء دين تيقش يختصبولش يجيم دونا مسقال زرة شيء دين تيقش يختصبولش يقش الشاش خيدا بويتشا ويزا دابولرشونش عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام ناق واستسان خليش أوش دي قيقن بشغلة إيشنا عليه الصلاة والسلام بقوله تكبر جعرش دق جعرش لون سير كوتشا تش هايوش رشوس كير دخوي تناخا أيش كخيول رشوس كتان يوخا إذا ديق وقته ديق إيران أس ديق رشوس كشوت إير جيش حدوش إتى تعذرش لناونسان شيء دين تيرا مسقال زرة إناخ يختصبولش تاريخ خليش تاريخ مسل خليش بعد أقا يقعد أقا قيقا بويك شيخ هو نجح سنوي لوش دلاه يحلق تعبخن والتقن بقي ما بيوي مسو دق دياش مدوي سحابش بيوتوي هرق بيوتوي وجع بيوتوي بيخ مرش بيوتوي تانت حلق دعيخن وال أمش بيوتوي دقي دوي تاريخ وي دايما بويش أما إيش يخلش تان خلق وي خلوش دلا إيش ديقل ما خلي ديقل خلرجع الله ريزا وشتن إيش ريزا وش دام بولي سحاب شقنيش تان تعب يخنش الله خيرك وش وي تغن دق دياش بول وي الحلق دبانش إيش سن وين خلا أحا إيش سن وي الله جارج وي دخلوش دلا إيش سن يا وين تأحرت إبوغر شرق وي حيخ ديت وي لوش دلا أحا ديكش أوغر وي حيخ ديت وي لوش دلا كودو وين تأحد دي إشتجا صار حالات بول نق دبحة بيز وي صار دين دول صبر دديز وي إيش ملاه ترى غرج الله ونقطعها الله ريزولش ونقطعها الله تديز خوي كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأمل لأصحابه مع كل هذه الشدة. بلال تحت الصخور، وسمية تطعن وتقتل، وعمار وياسر في شدة، والمهاجرون إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمن الله هذا الأمر، لا يتمن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي لا يصلن هذا الدين ما وصل الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. هذا الدين سينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، فلنكن من الأعزاء الذين أعزهم الله بهذا العز، ولا نكن من الأذلاء الذين تخاذلوا وصدوا عن دين الله عز وجل. هردنا إيشان عليه الصلاة والسلام أطحول حشاش بولشع إيش نوح عليه الصلاة والسلام دائما قأنش دوش، دائما تير مثلا ورسمة تعيش نسترين تير حلوقش دوخ تير حلوقش حلقة يشاق أحويكش خلا إيش نوح عليه الصلاة والسلام بقول الله هردين ده بيسي دقوتشك بيس دقوتش ده بيس خيت وشك بو كودو دول الله ده يرجع دوش دوشون هردين ملة تينوشو مسو مع قدون الدها هردين دقوتشور دوش دوشون هرغلق الله دال شين دل غلق دوشون الله دال شين تدوجن دوشون هرا شيء كويوش دنيا ميل دو ده يرجع دوشون هر سماقت دي غيرني مخل بولشة شيء سحاب شتو من تحقي واشغله إيشنو عليه الصلاة والسلام سودي أحسقت دوش خلت سمويو خلت يرجعها غيل تدلر غيرني تغلر هاي الدهردين ويبقوا يشون حلاتك الله هم ديزك دوشون هرا
هرت عشيك ويوشا الله داله طول وار دوشن بوخشة إتايبا قيقة مش بشغلة إجنو عليه الصلاة والسلام يا حل وقشوك سي حل أوشوك متك حل أوبشول سجى يا حل أوب بروق بصل دينوا هما واتشول هما تخل واتش إيه وقشة خل واتشول سج هربصل دين بحن دولش يا حل أوب برو ناخن ووزا وش ناخ سي دش ناخ لارن باش يا حل أوب برو يا لقح خلول حكيم خيول بتشا خيول إذا شيء كرسنال بحن دولشة قبصل دينات مواصل ليلدر بحن دولش قمواصل سولات خلر بحن دولشة يا واحد أقبصوا الدين بحندوشة واحد تعارض واحد تعارض إيش دو أردينا هردين أقدين واستج حلا أيب أقدين واستج واحد تعارض أردين ليل واشوك أقدين نخم بشوك أقدين نسيد شوك الله عدالة شيء كويوش حل أيب شو هندج الله دين دور أما قدين مواصل وليل شوك يا قدين ندو حل وشوكة يا قدين إنسان مثلا تحقق وشو سجى إذا الله عدالة ما لقى خلاها واحد وشو واحد تعوشو زنديلا وين تخن خل لا أحبه شيخو الله ديلي ويسي دوش قيبوش ناخن جرجع ويلانم بوشتي دوش وين خلا الله جرج وين دخل أحا ويددي يشتكودو هردينا غرج الحالة ديزوي أقدينا أنت قوة دلا ديزوي هردين لارم بق ديزوي هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والحال سجال ينتصرون في بدر ويهزمون في أحد ويحاصرون في الأحزاب ويهزمون في حنين وهكذا فالحرب سجال بين الحق والباطل ولكن العبرة بماذا؟ بالصبر والعبرة بحسن الظن بالله عز وجل ما نيأس ننتصر مرة ثم نهزم مرة ثانية نجمع أشتاتنا نجمع أوراقنا نرتب صفوفنا ثم نقوم بجولة أخرى وبصولة أخرى هكذا هذا حال المسلمين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو ناموا وغفلوا عن الأمانة وعن الدعوة إلى الله عز وجل لما فتح بلد من بلاد المسلمين لكن قاموا جميعا تخلقوا بأخلاق الأنبياء وصبروا بصبر الأنبياء وجاهدوا بجهاد الأنبياء حتى فتح الله عز وجل لهم كسرى وقيصر ومصر وبلاد القوقاز وبلاد البلقان وغيرها فتحت بماذا؟ بصبر الصحابة رضي الله عليهم على الحرب السجال جولة ثم صولة وهكذا كر وفر فيجب علينا أن نتخلق ونؤدي الأمانة ونكون حلقة صالحة في ذلك الجدار وذلك الصرح العظيم صرح الإسلام سحب شخيل حال دوشن ما إذا سحب شخيل حال دوشن إلشا عليه الصلاة والسلام تان يقع والشح سحب شأ تان قوانده بولشة هيدا نجح طولا بصل جنا بوقش مثلا بدرن قعسن يوهو ده هو إذا كيسنا بوقش نجع مثلا تعناه دوقش غازوة تدعبيش بصل جنا طولا بوقش يا أحزاب وش غازوة تعبصل جنا قوة بشا بصل ناخن غيل ويشتدوش يهودو بعتك عدك هودو لوش لك الله ويصبر زش ويمال صبر ياخد صبر إنسان الشق بولير باه صبر أنت قيوق تبوش غرج الله تربا إيش إنسان عليه الصلاة والسلام بولش بول إتنان قاسته زول دعوة ينجير باخ ويمخ قوقاز خيول إذا يا يجي بتخيل الشام خيول بيرس خيول ويزنتي خيول إشابة المخشة بوصل نيخكير دعمت بلير صبر إنسان الشق بولش نجا حسن إتايبهم وين ديش دلاها وين تحت كده صبر دردو تار حليت دول تير اتمثل تاعها ترجر يمثل حقيقة تردق وين تاعها نجاسن إذا شقية ويخلي تلوش دلاوين هذا حال المسلم ما يأس أبدا ما ييأس ولا يعرف اليأس أبدا في حياته إذا نصره الله عز وجل ينتصر وينشط إذا هزم فعليه أن يجمع وعليه أن يعد العدة أشد من الأول ويغار بحيث أن يقوم ينتقم أما نحن الآن عندما ننتصر ثم نهزم ننام وننتهي كأن الدعوة انتهت خالص ونيأس ونقنط من رحمة الله عز وجل أبدا لابد أن تكون الهزيمة لنا درس كما قال الله عز وجل في أحد دروس عظيمة جدا درست في أحد في هزيمة أحد استفدنا منها جميعا بوصل بستجد سألك تان وخو يشوات با شين تدي عنده شو منا وخو يشوات با إيشنيح نجا حسن بوصل نات عميت تاع إيشنيحة إذا تانا مسل دبا هدا دي السنة قاعدة كده بو عد أبيز وشا ها إيشن دول لويد عد إلير هرين سمعل يهودا دي السر إذا تدشا خذ صبر إنسان شقة بال الله أنت بوال بال نجا وي إيشواش خل وش إيشواش وي إيشواش خل أما شقية بوصل كنا أنت عيوب بوشة شقية مؤمنة أنت عيوب بوشة غرجال يخني حلا غوج يخني وي بول نيت يخني غوش خدوش يختبوش دعت دوش سو ياش دول لوي الشوان دعت دوش يخني قحيك ديز بهر دو وين تعدك نجا ويجا بوق طولم نجا ويكرر بولز سون ديلا وين تعدك قحيه قردو
توما دع سمو يردو. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، النبي موجود معهم، الصحابة موجودون مجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله وتركوا كل غالي ورخيص، مع ذلك يهزموا. لماذا؟ لعلة. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. لو الأمور كلها نصر كان جاء البهائم جاءت تحارب معنا، الخنازير كانت جاءت، لكن الأمر فيه نصر، فيه هزيمة، فيه امتحان، فيه ابتلاء، حتى يمحص الله عز وجل الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه هذه 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 حكمة عظيمة جدا في الهزيمة. لماذا؟ نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا ونصحح أخطاءنا ونتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ بعض الصحابة تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، المسألة مسألة بسيطة جدا يا رب، عديها فوتها يا رب، الناس دي بتجاهد في سبيلك يا رب. أبدا ما عنده الكلام هذا ربنا عز وجل. في انضباط، في التزام، في سمع وطاعة. لا تبرحوا أماكنكم هذه حتى آذن لكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني جيف، أصبحنا جيف نتنة الطير يجي يشيلها، ما تبرحوا مكانكم. الرماة، فلما انتهت المعركة وظن الرماة أن المعركة انتهت ورأوا العدو ورأوا القريش تولي الأدبار بعيدا، قالوا خلاص انتهت المعركة، ننزل نأخذ الغنائم. وجاء لي انقلب الحال، رد الله قريش لهذه العلة بسيطة، معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقة صغيرة جدا انقلب النصر إلى هزيمة، وكاد النبي أن يقتل. حوصر النبي بيديه. طيب النبي ما له دخل؟ لا، هذا هو شؤم المعصية يبتلى فيها الصالح مع الطالح. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين لنا أن الله ما عنده عزيز، أوامر انضباط. انظروا حالنا بقى الآن. طيب ويحوش يوخا تاخا وين بوش بل ويشينا مثلا تعيشهم وين تبعناها أولي يزويا ميشر دو تيهرهم ميشر دي الله تيهرهم أبوي بوش لو هو أشيب كشغلة أنا غلط شغلة أتغلط تاع بول باش دير ميشا غلط خلتيه تاخا آية دالت في القرآن شوها شين مثلا تعي الله دال باخا ما عندك آية شين تهم تديت شين تعزية تديت تبال تبيت شو صار خوت مهر ميشر دي الله تيت هون دينا تيت هون تيهراج شو قر دينك شو شاش دكتور هم بيحكي شو شيء قر دكتور شيء كيك شيطان أجدين هم شليلين دول هم باعني عدوشون هرشون تدينك داق حوس ديس هودو تيه ميشر دي الله تيه هو باحندو تيه هر إيش هو إيش در الله دال با ما بايش بوصل بشنا غودي يدو أما بغدش دا تاعنا وإيش واش دلها هون ديش واش دو تيه بوخشة ثم سأجه تجتمع يشا حوس ديز ويت أحكي ديز ويا هون ديش واش دو تحكيوها تحكي بأحد يا مثلا وأحد غزوة حلاتش إلشان عليه الصلاة والسلام بدر غزوة تحت إحدى عند الغزوة شلو غزوة بوصل بشنا خني مشرك ناني يوقع دواجن دول تو غزوة تاع بوصلنا إيش بربحن وبحن درة إلشانو عليه الصلاة والسلام دين أمر دوخر عديش باش بوي لوتشنيكش بوي تارا دون شيطان اتسلم حل بيان خلوش تيجر وهم بيرسل شو شاء الله شاء أمر دلت ال حل بيان بولناخه دوحر دون بوصلنا كيستان تشوش باش بوصلنا مش إيش واش جا جنا أخا هرش بغنا ترفيش قلوا شو أقارة خرجوا خيل بالله ولم خرجوا قلوا ش الله إيش واحد بوينا تعبش تيجر واحد بويلا تول دها إيش نبوصلنا داخل إيش تعبيرش بولا إيش واش خيل بول قريشة شيخ وما الله ارجع جنا بوصلنا خدون دين دول دوخن دول أمر جا جن الله دا زينة الله دا لا زينة بيقم بنتهم انسان أمر خلا إنه مثلا يقع بولا عيسى خلا تار شيء قال إتيفهم دالي ترباندوش إلشا عليه الصلاة والسلام إلشا جوا بين إلشا بيمكش حل نستدل تجا إبا حندوش أتار تعبوصل بنا داخل مثلا ويحخه تعبا شيخ إلشا هو بيحكبر عليه الصلاة والسلام تو دين مداتري تو أمر مديني إيش دباخ الدنيا وقدها الله داله خواتين البقوانش مو بقوانشو تستقبع هندوشة بوزو بستقع ديك استقع هو استقع زي يشوشو تارشيمو مثلا تارة أي سلو أجنها تقينو أش تيوق عدير أجنها بوزو بيك ديك ويجا هو ويجا يتيوق عواتها بيحكي واسع يشوي يشوشو هو قانا خير يشوش لقي هون ده شيء ويتسع أمته غوش مثلا حوس ديش دو غوش سقط وديش دو غوش مثلا خيطة مش ببيش دو مثلا تغالج بوشة نفس الحال الآن
المسلمون لما انتصروا نصرا مؤقتا ببعض الثورات أو بعض الجولات ماذا فعلوا؟ هل عبدوا الناس لله عز وجل؟ هل أمروا الناس بإعزاز أمر الله تبارك؟ لا أبدا. ذهبوا ونصروا ديمقراطية ونصروا اشتراكية ونصروا علمانية ونصروا وطنية وقومية ودستورية. ماذا فعل الله عز وجل؟ تركهم؟ انقلب الحال تماما، انقلب الحال أسوأ مما كان. قتل المسلمون وهتكت الأعراض وسلبت وأسرت وأصبحوا الآن في محنة ما مرت على البشرية. بماذا؟ بسبب معصية الله عز وجل. فيجب علينا أن ننتبه. الهزيمة هذه لا فيها دروس، ومع ذلك نرجع. الصحابة في أحد تعلموا من دروسهم وتعلموا من مخالفتهم، ثم تابوا إلى الله واعتذروا ورجعوا، ثم نصرهم الله عز وجل بعد ذلك في الأحزاب وفي غيرها إلى أن فتح الله عز وجل على نبيه. إذن يجب علينا أن ننتبه لشؤم المعصية وأثر المعصية على المسلمين. تقعوش وتخندل حول إنسان ويدوشي إذا انتسابل أربو مخشكعة قبول مخشكعة الله دالة طولا بلير مسألة ريولوسنا غوتا غوتنا إيش أنت أحلاك شو الإبريو خمسة وحق قيسيرة أما تقول ده هدير باخ طولا ما بري إذا الله دال حبل طولا ما بري نوات طولا مخ هدير ناخ مثلا سيوقع دوش ليش خلبولش ناخ هدير الله شرع دخوة تريتر الله دوش دخوة تريتر الله هن عبادة ناخ إبير زيريتر تومني قيقريتر توم تحسجه تريتر دير تجتت ديمقراطي خواتو غيرش ليبراليزم خواتو غيرش شرق خواتو غيرش وش خواتو غيرش ديل موست شيوق مال يخنو السيستمش دخواتو غيرش غيرش يهمش ليلر صندل الله دالا شاد عبل بوت ولا مترجر حقيات يوخا سيسس حولي يوخ بيرزرخش وخلي بايد خلين سنخ تداديش تكود ويحوس ديز إغالج ميشردو ويجر دوتي إغالج وبحندوش دوتي وي هوديناتيه ويدين دوتي هم ويدو خن دوتي وحود غازو تعدي شو تاعها بوصل شناخا ودير شيء غالج تاعها بولغ بيول بلير سقط بيول بلير سموه خيت بيول بلير خيت بال بيول بلير تول تاعها أحزاب غازو تاعها قيتش دول قدل غازو تاعها الله دالة تانا تولا بلير تول تاعها تنديلا ويسقط تو ديز دوس ديز ويش